عيب اللي بيحصل ده، ما يصحش بجد. ده حسني مبارك، لو ما حدش فيكم عارف يعني ايه حسني مبارك. انا حاسه بمرار، انا حسيت بارضي وحسيت بوطن، حسيت بحب الراجل ده وانا غريبه عنه، وانا غريبه عن البلد، انا بعيد عن مصر. الكلام اللي اتقال ده وجعني. حسني مبارك ما يقفش يترجانا ويقول ان انا هموت على ارضي. احنا اللي كلنا نموت عشان الراجل ده يعيش. الراجل ده طلع حارب قبل انا ما اتولد. انا ولادي ما شافوش حسني مبارك، بس انا شفت، عارفه انجازات بجد. انا خلاص بجد اللي بيحصل ده كتير يا جماعه، بجد والله حرام، والله العظيم حرام. لو تدوني تليفونه وانا مش كسبته واقول له حقك على كل مصري بشخصي انا، حقك على كل حد غلط فيك بشخصي انا. يا رب تكون سامعني يا ريس. انا بقول لك حقك عليا انا، حقك عليا وعلى ولادي، حق مصر عليا انا. بجد بجد كفايه. لو تقدروا تعملوا اكتر من كده انزلوا. الراجل ده لو مش خايف على الناس دي كانت اوامر، الناس دي كلها كانت اتبادت في لحظه. انا بشوف العربيه والجزيره وهي بتهنا وهي بتشتمنا وهي بتقول ان ده فساد وده طاغي. ده عمره كان فساد ولا عمره كان طاغي اللي يتكسر في شعب. يبقى بجد الراجل ده لازم نشيل جزمته كلنا فوق دماغنا. بجد انا بوجه له رساله بقول له حقك عليا انا اسفه يا ريس، انا اسفه باسم 85 مليون مصري، انا اسفه. وصلت الرساله. شكرا يا ام احمد. معايا احلام من الجيزه، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني انا مش عارفه اقول ايه. هم دول ما لهمش كبير فعلا، ناس ملهاش كبير، ولاد ما عندهمش مسؤوليه، ما يعرفوش يعني ايه اب، ما يعرفوش يعني ايه والد. وفي واحده فيهم ترضى ان ابوها ينكسر كده قدامها؟ حرام عليكم، حرام عليكم. ده ما عملش حتى لو طاغيه ولو فاسد ولو كل حاجه. نحترمه ونطلعه رمز ونطلعه كويس. ده الناس عندها بلاوي وما بتظهرهاش. ايه اللي احنا بنعمله في بعض ده؟ خليهم يروحوا. دول اكنهم قاعدين في جنينه، قاعدين في فسحه. دول قاعدين بياكلوا ويشربوا، مش حاسين بالناس التانية. دول ولاد ما عندهمش ادنى مسؤولية. هم لو 2 مليون انا مستعد اطلع 80 مليون يقولوا لهم انتوا لا، انتوا كفاية عليكم كده، حرام عليكم، انتوا مش حاسين بالناس المسؤولة، انتوا ناس فعلا مش مسؤولة. كفاية ان هو بيكلمكم كل حسن وكله هزار. هو مفيش كبير، هم دول ملهمش كبير، ملهمش حد يحترموه، يعتبروه ابوهم، يعتبروه رمز، يعتبروه اي حاجة. بس اللي هم فيه ده اللي بيعملوه ده حرام، حرام. دول ليهم مصالح شخصية، دول ناس مريضة، والله ناس مريضة. شكرا لاحلام من الجيزه. نجوى من القاهره. معلش يا ستي، معلش. الحقيقه انا متألمه جدا من اللي بيحصل ده. انا بكيت انا وولادي واحنا بنستمع الى كلمه الرئيس. أيوة. يعني بجد انا لم اكن اتمنى هذه النهايه او هذه الخاتمه لفتره خدمه الرئيس مبارك. لازم صحيح انا متفقه مع الشباب ان في مطالب كتير طالبنا بيها، كتبناها وطالبنا بيها، لكن الرئيس استجاب لاغلب المطالب. ما يجيش واحد يركب على الشباب، وهقوله بالاسم، دكتور محمد سعد الكتاتني يطلع في قناة العربية ويقول ان الخطاب ليس كافي وعليه ان يرحل عن الوطن. هل امتلكوا الوطن؟ هل سعد الكتاتني والاخوان امتلكوا الوطن عشان يطالب الرئيس مبارك بالرحيل؟ لا، الرئيس يخرج بكلمته ويقول انا هموت في مصر، هموت في ارضي، والتاريخ هيحكم بما ليا وبما عليا. ويطلع سعد الكتاتني في قناة العربية يقول علي ان يرحل. هل امتلك الكتاتني الوطن؟ هل امتلك مصر؟ لم يمتلك مصر. احنا زي ما احنا لينا تحفظات على السنوات الاخيرة من حكم الرئيس مبارك، لان شخص غير مسؤول ادار مصر بمنطق الشركة، ادار مصر الوطن الكبير ده. احمد عز حوله شركة، وحوله خرابة. هو الرئيس مسؤول بالتأكيد مسؤول، لكن ما نذبحوش، ما يتذبحش مبارك، ما يتذبحش، والا نبقى احنا شعب ما نستحقش ان احنا نعيش. بجد انا في قمة الاستفزاز لما الرئيس يقول هموت في ارضي، ادفن في ارضي، والتاريخ هيحكم. يطلع واحد يقول عليه ان يرحل من الوطن. مفيش حد امتلك مصر، مفيش حد امتلك رسالة واضحة، رسالة واضحة يا نجوى. اسمحي لي اخد اتصالات اخرى ونحاول ان احنا نتواصل ونتفاعل مع جمهور المشاهدين بكل شرائحهم وطوائفهم. في اتصال اظن من السعودية معايا.
الاستاذ محمود. مساء الخير يا محمود، اتفضل. المعتز حضرتك الرئيس دوت اللي هو اكتر من ابونا واكتر من والد لكل مصر. الراجل دوت مش بقاله 30 سنه في الحكم بيخدمنا، بقاله من يوم ما بقى كان ملازم طيار 63 سنه وهو ماسك سلطات لمصر، بيخدمنا، بيخدم الوطن، بيخدم الجيش، بيخدم القاده، طلع قضاء. الناس كلها ما تعرفش مين حسني مبارك اللي هو يعني مين بطل الحرب وبطل السلام اللي بنى مصر، خد مصر مهلهله من القاده، من قتل الملك للسادات لعبد الناصر. الرئيس بتاعنا رفعنا فوق. مين البراجع ومين ايمن نور ومين الاخوان اللي مش بنشوفهم الا في انتصارات مصر؟ يعني في انتصارات مصر بنشوف الناس دي بس، لكن عمرنا ما شفنا لهم مواقف ايجابيه زي ما شفنا عن الرئيس ده ابونا. الراجل هيعيش في مصر وهيموت في مصر، كفايه الكلمتين دول بس. قول للناس المعتصمين دول يروحوا يشوفوا بيوتهم، يشوفوا ايه مشاكلهم البسيطه يحلوها مع الناس، مش يجوا قدام الناس كده يصوروا صورتنا قدام العالم كله. الراجل ده ابونا لاخر مره ليوم الدين. الراجل ده دوت علم مش اكتر من اي هرم، اكتر من اهرامات مصر كلها. تمام، الرساله واضحه. بعتذر لضيوفي للمره الثانيه لانه المناقشه كانت ماشيه الحقيقه، محاولة لتحليل الموقف، بس كمية الاتصالات الهاتفية الهائلة والضغط الرهيب على التليفونات خلتنا ان احنا بس نسمع الناس شوية. اخر حاجة وارجع للاستاذ مصطفى بكري وائل من الامارات. وائل لو سمحت قدامك دقيقة تقول لي فيها بالظبط عن مشاعرك في هذه اللحظات. استاذ معتز اتفضل. وعليكم السلام. انا لو قعدت شهر كامل مش هقدر اعبر عن اللي جوايا، النار اللي قايده فيا دلوقتي من الناس اللي بيعملوه في حسني مبارك. حسني مبارك دوت رمز. يا جماعه عيب عليكم، ما تفرجوش علينا العالم. يا جماعه ارحمونا. انتوا عايزين البلد تولع؟ يا شباب اللي واقفين في ميدان التحرير، انا شاب زيكم، ارجوكم ما تخلوش القوى السياسيه تلعب في دماغكم. دلوقتي انا متاكد ان في شباب بتقتنع وعايزه تروح، وفي ناس بتلعب في دماغها ليها مصالح سياسيه. استاذ مصطفى بكري انا بحبك وبحترمك وبعزك جدا وبقدر كل مواقفك، كلها مواقف للشعب. ارجوك حس القوى السياسيه اللي انت واحد منهم، القوى المعارضه، ارجوك لمصلحه مصر ولمصلحتنا. مصر لو دلوقتي ما مشيوش من ميدان التحرير مصر هتولع. يا جماعه وعوا الشباب، ارجوكوا حرام عليكم. ده راجل خدمنا، ده راجل والله العظيم 3. انا اؤيد الست اللي قالت ان انا لو عندي رقم تليفونه اقسم بالله لاجي انا وعيالي من مصر بطياره دلوقتي حالا نقعد تحت رجليه نقول له احنا اسفين يا ريس، والله العظيم احنا اسفين يا ريس. اللي بيحصل فيه ده حرام، والله اللي بيحصل فيه ده حرام. انا لا ارضى ولا الكافر ولا اليهودي، والله العظيم 3. انا لو تحت رجلي دلوقتي واحد يهودي بيتكلم بنفس الكسرة اللي هو فيها لا ارحموا يا جماعة، حرام عليكم. وصلت الرسالة. شكرا يا وائل. كان بيتكلم من الامارات وائل، وانا هرجع للاتصالات الهاتفية مرة تانية. وانا اتأثرت شوية وانا بعتذر لانه انا انسان في الاول وفي الاخر، فلما حد بيبقى متأثر كده قدامي بموقف البلد بتمر بيه مش قادر افصل نفسي تماما عنه.